انتي يوم فتحتي صفقة وما تعرفيش ليه عملتي كده؟ اهلا، انا جابرييلا تتادر من سنين. في الفيديو ده هريكي ازاي بستخدم الستوكاستيك والبولينجر باندز عشان احصل على دخول واضح وذكي بمنطق سهل. هشرح لك كل حاجة بكلام بسيط. لكن حتى لو انت جديدة في الموضوع ده هتفهمي وهتقدري تقلدي. النهاردة هتدور ب5000 دولار في كام صفقة. اخترت البرات بالفعل، حطيت التايم فريم على 30 دقيقة. يلا نحلل الشارت مع بعض. في الجزء اللي بنشوفه الترند العام بتاع السعر بيروح لتحت، والترند المحلي برضو بيوضح هبوط. احنا بنقدر نشوف باترن يتكون هنا يشبه الانعكاس الحاد، ارتفاع شديد وبعدين انخفاض شديد. ده معناه في طاقة في السعر وممكن ينزل اكتر والترند هابط، فبنفكر ندخل صفقة بيع. يلا نرسم الليفل بتاع السعر، هو قريب من السعر الحالي واكدته الشموع دي، وبرضو واضح الويكنس في الليفل ده ودلوقتي بنسفه كمان. احنا بنقدر نشوف ده من ويك الشمعة والنصف استمر. الشرط بيوضح السعر فيه قوة يستمر ينزل. الحتة بالظبط اللي هيوصل لها صعب نعرفها عشان الرؤية محدودة، فبنقول احنا هندخل صفقة بيع ونغير التايم فريم ال5 ثواني عشان الدخول. يلا نختار الانديكيتور. بختار الستوكاستيك والبولينجر باندز، هما بيشتغلوا تمام مع بعض. الستوكاستيك فيه التشكيل الأساسي، لكن احنا محتاجين نعدل البولينجر ل23 والقيمة التانية ل3 سيف. دلوقتي بنغير للتايم فريم ال5 ثواني عشان نحصل نقطة الدخول. الصفقة دي بيع وقت الانتهاء دقيقة واحدة والقيمة 1000 دولار. خطوط الستوكاستيك بتتقاطع. يلا ندخل الصفقة. بس تعرفي حاجة، أنا خفت خالص في الأول من الخسارة والغلط. من الغلط هو اللي بتتعلمي منه، حد ما بيبدأ وهو عارف كل حاجة. لما دخلت أول صفقة إيدي كانت تعرق، بس قلت لنفسي أقعد ساكنة يا أحاول، واخترت الحاول. دلوقتي بعرف اللي بعمله بس عشان عديت على الفوضى دي. في قناتي الVIP أنا بوريك كل حاجة من غير لا فلف. الرابط في البروفايل، هشوفك هناك. صفقة كويسة خالص. أول تريد بتاعنا نجح. انت بتحبي النوع ده من التداول؟ انا بشارك اكتر تريدات وسيناريوهات في التليجرام كل يوم. يلا نستمر. بنرجع للتايم فريم ال30 دقيقة عشان نحلل وبنغير البير، بنسيب الشارت واضح عشان الاتجاهات تكون باينة. يلا نحللها. الترند العام صاعد والترند المحلي برضو بتطلع، احنا شايفين ايه؟ يلا نرسم ليفل السعر، هو في السعر الحالي. يلا نشوف اللي في السعر الحالي. احنا شايفين ريت السوق قريب خالص والسعر نصف الليفل ده وحاليا بيجهز ينصفه تاني. من واكي الشمع بنقدر نشوف نخار الليفل والسعر فيه طاقة يطلع. احنا بنقدر نشوف السعر عند مرحلة دمج، والمرحلة دي تجميع طاقة والحركة في قناة، وده طريقة تجميع طاقة. عند مرحلة دمج وتجمعات الطاقة في تراجع شوية والحالي جاهز يستمر يطلع. يلا نشوف السعر هيطلع لفين. يلا نحصل الليفل الأقرب اللي السعر يوصل له. هنا احنا شايفين التشكيل في الشموع دي والسعر تقريبا جاهز يطلع للليفل ده، فبنغير للتايم فريم ال5 ثواني ونشتغل على نقطة دخول صفقة شراء. الستوكاستيك هنا الشراء يحصل لما تطلع الخطوط.
لما الخط الأزرق يقطع الأرنبي من تحت في منطقة الأوفر سولد، والبولينجر لما السعر تحت الخط الأوسط ويعبروا في انعكاس. ده برضو سينال عشان ندخل الصفقة. بنستنى اللحظة المناسبة وفتحنا الصفقة ب2000 دولار. دلوقتي احنا بنقدر نشوف الستوكاستيك، الخطوط بتروح لمنطقة الأوفر سولد وبتتقطع. هنحصل على سينال شراء. في البولينجر السعر بتتقلب باتجاه الخط الأوسط، بنحتاج نستنى سينال واضح، وأنا بستنى الصفقة دي تقفل. وفكرت ليه أشاركك حاجة مهمة. ناس كتير بتفتكر إني بدأت وكل حاجة تمام، بس لأ، أنا بدأت ب20 ريال وفي إرادة اتغير. غلطت كتير وكسرت البنك، وفي أيام بكيت بس أصريت، والنهاردة كل مرة أفتح صفقة بتذكر ده عن المثابرة. وبين ما بننتظر بقولك في طريقة للتعلم. في قناتي الBIB باري كل حاجة من غير لفلفة، من الأساسيات لحد المتقدم. لو انت تعبتي من انك تحاولي لوحدك وتقعدي مكانك، تعالي معايا، الرابط في البروفايل. للأسف في الصفقة دي الانتهاء جاء قبل الانعكاس. يلا نغير للفير التاني وبنحلل الشارت هناك. الصفقة ب2000 دولار برضو. أيوة، الصفقات ممكن ما تنجح. مستحيل نتنبأ بحركة السعر ب100%، فما كل الصفقات بتكون رابحة. ما تتفزعي في الحالات دي. من المهم انك تحلل الصفقات بتاعتك بعد ما تتداولي عشان تتجنبي الغلطات. يلا نحلل البير التاني. بشكل عام احنا في الجزء ده شايفين الشارت بيتحرك لفوق، ومحليا الحركة برضو لفوق. بنفكر في صفقة شراء. الشارت بدأ يتحرك في ترند صاعد وفي انعكاس قوي. يلا نرسم ليفل. في الليفل ده احنا شايفين كسر بالفعل. والى كام السعر هيطلع؟ الليفل ده الاقرب اكدت الشموع دي، والسعر كان فيه دمج بعدين نزل، بعدين طلع مرحلة دمج قصيرة والحالي بيطلع. فبنغير للتايم فريم ال5 ثواني عشان ندخل الصفقة. التذكير الصفقة شراء ب2000 دولار. بنبقى منتبهين للسينالات، ولما تتقاطع الخطوط في الأوفر سولد هندخل سينال. وبينما الشمعة دي بتمشي، بدي أحكي لك حاجة. لما بدأت كنت فاكرة ده مال سهلة، شفت فيديوهات وفكرت بس أنسخ وخلاص. الحقيقة أخدت درس قاسي، دخلت وما أفهم حاجة بس عشان فكرت هي تمام. خسرت كتير بس ده صحاني. دلوقتي بينما بننتظر الدخول دي أنا هادية، عشان دلوقتي عندي خطة ومعايير، والطريق ده اللي بعرضها في الBIB. أنا بعلمك اللي أفعله فعلا حتى لما أغلط. لو بتبغي تطلعي من الأوتوماتيك وتفهمي، الرابط في البروفايل، اضغطي وتعالي. لو أنا قدرت أطلع من الصفر انتي برضو تقدري، وأضفنا بنجاح للرصيد. حتى لو انتي جديدة ما في مشكلة. بنستمر مع البير ده وبننتظر السينال التاني بتاع الشراء. الصفقة الجاية ب3000 دولار ودقيقة انتهاء برضو. الشارت قريبا هينهي حركته الهابطة الحادة. بنقدر نشوف البولينجر بيعكس حركة ستوكاستيك. احنا بندخل الصفقة. انا بتابع براحة، وفكرت فيما كنت عليه في الاول. ما كنت عارفة ايه ترند. دلوقتي كل دخول بتاعي فيه سبب، بس ده جاي عشان اصريت حتى لما بدأ اني ما استحق. الحالي احس بفخر.
عشان كل اللي باعرفه اتعلمت من المشقة، وفي قناة الVIP ده اللي باشاركه، مش نظرية من الكتب، عملي حقيقي. باورّي الصفقات وباشرح الأسباب وباحكي عن الأيام الصعبة عشان الكل بيعدّي عليها. لو بتبغي تتعلمي من غير لفلفة، اضغطي الرابط. تعالَ للVIP رهيب، شحن الرصيد مرّة كمان، دلوقتي بنروح بير آخر، يالّا نحلل الشارت. دلوقتي إحنا شايفين حركة صعود قوية جدًا والترند العام صاعد والترند المحلي صاعد، آخر شمعة حمرا بس معناه انعكاس. ما في شمعة بتأكد انعكاس، فبنفكر في صفقة شراء وشايفين باترن شبه الدبل توب معروف لما نحدد ده دايما في تراجع. ايه اللي بنقدر نقول الباترن ده بيدل على تجميع طاقة وبرضه في دمج سريع. السعر بيقدر يطلع فبنغير للتايم فريم ال5 ثواني عشان نحصل نقطة دخول. بشوف الليفل السعر نصفى بالفعل وبيقدر يستمر يطلع. بنقدر نشوف نسبة الربح انخفضت شوية بس بنستمر عشان حللنا الشارت. بنعمل صفقة ب5000 دولار الصفقة الأخيرة وقت الانتهاء دقيقة واحدة. بننتظر سينال شراء من الستوكاستيك. احنا بنقدر نشوف الشارت بيطلع فبنقدر نستمر وبينما الشارت بيتنفس. بدي احكي معاك انت ما تحتاجي تبدأي مثالي. انا بدأت وما عارفة حاجة حتى ما عارفة صبر بس دخلت وعملت غلط ودخلت بدون تفكير وخدت خسائر كتير. بس من كل غلط كنت بتعلم. دلوقتي انا بنتظر الصفقة دي وده مختلف عشان بفهم اللي بعمله وعندي استراتيجية عندي تحكم وده بشاركه في قناتي. ما في معجزات ولا وعود كاذبة في عملية. لو انتي تعبتي من الخسارة وقت ما تختاري تختلفي. في الBIP بوري كل حاجة تحليل ودخول وقرارات وكل اللي ساعدتني اطلع من الصفر. الرابط في البروفايل تعالي تتعلمي معايا. صفقة نجحت. لو الفيديو ده ساعدك اشتركي وما تنسى قناة التليجرام بتاعتي. انا بنشر سينالات وتحليلات واستراتيجيات كل يوم.